ازيكم؟ انتهينا في الجزء الاول لما سونيك ضرب طياره الدكتور ونقله لعالم او كوكب تاني خالص اسمه كوكب الفطر، وعاش سونيك في جرين هيلز بسلام وامان. خلونا نبدا بقى الجزء التاني. الدكتور بما انه شخص ذكي وعبقري صعب ان هو يستسلم بسهوله وبسرعه، بيحاول يتكيف مع الكوكب ويصلح سفينته ويصنع جهاز غريب كده على امل انه يرجعه كوكب الارض التاني. وطبعا لسه معاه شعره سونيك الزرقاء، ويشغل جهازه اللي يعمل انفجار اشعه زرقاء من شعره سونيك، ولكن اختراعه للاسف يفشل. ولكن في خاتم بيشتغل كده وبينور قدامه ويدخل منه قنفذ شبه سونيك بالظبط ولكنه اخضر وشكله اشر كده شويه، واللي بيطلع بيلاحق سونيك كمان. وقال له انا ممكن اعرفك الطريق ونروح سوا. ونرجع لوس انجلوس. سونيك بطل المدينه اللي مفيش فايده، مش عايز يكتم سره وعامل نفسه باتمان كده في جوثام كده يعني، ويعمل تمارين الليل والاسترتشات بتاعته وياكل وجبه خفيفه وينط ويجري ورا لصوص البنك ويمسكهم ويسرق عجله القياده كده ويحاول يسوق، ولكنه مفيش فرامل اصلا، ويضطر يمشي للاخر ويتخلص من كل القنابل ويرمي اخر قنبله في البلاعه وبسرعه فائقه يفك كل اجزاء السياره عشان ترجع حديده زي ما كانت خالص، والقنبله تفرق وتفجر كل انابيب الصرف في الشارع، يعني على راي المثل كده بدل ما يكحلها عميها. وبكده نقول شكرا للعداله الزرقاء الفاشله. طيب نرجع بقى للصبح لجرين هيلز، حيث توم اللي بيقول له انا عارف كويس انك رحت لوس انجلوس والخبر منشور في الجرايد كلها، وانك بدل ما تحمي الناس وتقبض على الحراميه لا انت عملت تفجير كبير في الصرف الصحي للمدينه كلها، مع اننا اتفقنا بلاش تكشف نفسك وبلاش تسلل بره البيت. وبينصحوا ان الابطال مش بس بيعتنوا بنفسهم، لا دول بيخافوا على المواطنين وبيخافوا على اسرتهم واللي حواليهم، بدل ما انت مدمر الحي كله. وبيوعدوا سونيك انه مش هيعمل كده تاني لحد ما يكبر ويعقل. وتوم وزوجته بيحضروا الشنط عشان السفر لهاواي، حيث الفرح اختها المهبوشه اللي شفناها في اول جزء دي، وهيغيبوا يومين عنه ويودعوا سونيك وهم واثقين انه مش هيخرب البيت ولا يعمل مصايب. يعني مش محتاجين اقول لكم يعني سونيك ما صدق انه قلب البيت حلبة سباق كده سكيت بورد وطاح في البيت كله، اكل كل الاكل والشرب، ويا نهار ابيض جاب ماكينه قص العشب دي في البيت وخرب الحيطه وعمل قطر في البيت، والبيت كله بقى خراب كده، خرابه كده حرفيا. ويعمل بسين ملاه فوم من الصابون وغرق الدنيا. ده توم لما يرجع هيعمل منه قنفذ مشوي على الفحم. نسيب بقى حفلة سونيك ونروح لخادم جديد بيطلع منه قنفذة جديدة، ولكن المرة دي عندها 2 ديل، واللي برضه بتبحث عن سونيك بجهاز التعقب. وفي الليل سونيك مازال مكمل سهرة السينما بتاعته دي، ولكن يقطع النور فجأة كده بطريقة مرعبة. فجأة سونيك بيخاف لأنه لوحده ولسه طفل صغير، ويمشي ناحية الباب اللي بيسمع منه خطوات أقدام، واللي بيفتح الباب الدكتور. وسونيك بيقول له ايه ده، ما حرمتش من عقلة المرة اللي فاتت، ولكن المرة دي مش هرحمك. ولسه بيهجم على الدكتور بسرعته القوية، هوب يتفاجئ بالقنفذ الأخضر بتاعنا، وبوكس يرمي سونيك على الأرض بضربة قاضية. ولا بيقول له الدكتور أعرفك بالناكلز، اللي للأسف بيديله البوكس التاني ينطره بره البيت خالص. واضح إن قوة ناكلز أضعاف قوة سونيك اللي يشحن طاقته على الآخر الزرقاء ويهجم على ناكلز بقوة جامدة جدا وغضب، ولكن للأسف الضربة القاضية التالتة تهدم سونيك زي ما قلت لكم أضعف بكتير جدا من ناكلز، وبيخنقه من رقبته وبيطلب منه يرجع له القوة المطلقة اللي سرقها من قبيلته. طبعا مش عارفين ايه هي القوة المطلقة ولا سونيك نفسه عارف، لكن بيقول له اللي سرقتها لونج لو البومة اللي ربتك وشعبها واللي لسه هيضربوا القضية الرابعة. ولكن تدخل سيارة الشرطة تصدمه وتنطره بعيد، وتطلع منها القنفذة البنوتة أم 2 ديل اللي اسمها تيلز، اللي بتنقذ سونيك بسرعة جدا وبتقول له اللي بيلاحقك ده اسمه ناكلز من قبيلة اسمها اكيدنا، وأقوى محارب خطورة في المجرة كلها، واللي بيبحث عن حجر الزمرد الأكبر. كل طبعا وناكلز ما زال بيلاحقهم ووراهم عشان فاكر إن سونيك معاه مفتاح القوة الخارقة دي اللي هي حجر الزمرد، وعلى آخر لحظة كان هيتمسكوا فيها من ناكلز بتنقذهم تيلز أم ديلين دي اللي بتحولهم لمروحة طيارة بيهربوا منه. ولكن الدكتور مش بيسكت، كلمة قوة خارقة دي سحرته خالص، وبيتصل بسكرتيره عشان يبعت له سفينة كبيرة جدا من الفضاء بيطلع منها جيش طيارات زي بتوعه زمان من أول جزء. وبكده يرجع الدكتور للبسه هيئته وجيشه من تاني، وبيروح ينقذ ناكلز اللي بيقول له الأرض دي منطقتي وأنا أكتر واحد ممكن يخليك تمسك سونيك. وبكده يشكلوا تحالف، الدكتور بيساعد ناكلز في الحصول على القوة المطلقة، وناكلز بيساعد الدكتور في إن هو يخلص من سونيك عدوه اللدود. سونيك يلجأ لبيت وايلد صاحبه
وصاحب توم، ويفتح الخريطة اللي كانت سايباها له لونج لو قبل ما تموت، واللي مرسوم عليها زمردها فعلا على الخريطة. وتبدأ الخريطة تنور أزرق كده وتتحول لعرض هولوجرام 3D كده بتطلع منه لونج لو، اللي بتقول له أنا أرسلتك لكوكب الأرض لغرض مهم جدا، وهو إن الأرض هي الموقع السري لحجر الزمرد الأكبر. قوة الحجر ده إنه ممكن يحول الأفكار لحقيقة، وده خطر جدا لأي شخص شرير، وإن من مسؤوليته إنه يحمي حجر الزمرد ده من أي شرير يستغله. يلا اتبع الخريطة وحاول تجد حجر الزمرد واحميه واحفظه، وده واجبك. طيب خلينا بقى نبدأ الخريطة اللي بتبدأ من سيبيريا، وشغل سونيك الخاتم عشان يتنقلوا لهناك. ونفس الوقت الدكتور وناكلز بيبدأوا خطتهم برضه، وكأنه سباق بين الفريقين. ويوصل فريق سونيك الى الكهف اللي بوابته تمثال لونج لو او تمثال بومه كده مكتوب بلغه غريبه، ولكن تيلز بترجمه بجهازها اللي اخترعته، وبتترجم ان من سنين قبيله اكيدنا دي قاموا بتجميع الاحجار السبعه العظماء في حجر واحد، واقوى سلاح اللي هو حجر الزمرد الاكبر، عشان بيه يقدروا يهزموا كل جيوش العالم، لحد ما استعدته مجموعه من الابطال واقسمت على حمايته من الشر. ويلاقي سونيك نفس رموز الخريطه على تمثال البومه، وقتها يقدر يشغل التمثال ويطلع منه بوصله مضيئة كده متحركة عشان تخليه يكمل مشواره نحو حجر الزمرد. كده تكون انتهت أول محطة اليوم، ولكن قلنا إنهم في سباق. وفعلا يوصلوا فريق ناكلز والدكتور بطياراته، طبعا بيفجر سونيك التمثال عشان يلاقي مخرج يهرب منه، ما هو كده كده محشور. وفعلا يتفرقوا، تيلز في الجو وسونيك في الارض، ووراه طبعا الطيارات اللي خلاص اتعود عليهم وبيمزح معاهم كده ولا فرق معاه اساسا، وكالعاده يوقف الزمن عشان يلعب بيهم كده العاب. ولكن سونيك نسي عدوه ناكلز اللي بيهجم عليه ويوقع منه كل كيس الخواتم، وبيقول له اليوم اللي هجمنا على لونج لو ابويا منعني اجي معاهم، ومن وقتها ما شفتهوش تماما، ما شفتش والدي خالص. تقريبا اليوم ده الاتنين فقدوا اغلى حاجه عندهم. وقتها تيلز بتكلبش ناكلز اللي بيغضب جدا بعد ما فتح قلبه لسونيك، ولكن يمرر سونيك البوصله لتيلز اللي يلتقطها الدكتور، ويضرب تيلز يرميها ارضا. وطبعا طالما في كل الصواريخ والانفجارات دي لازم الجليد ينصهر، وفعلا يحصل كده، وجبال التلج تسيح ورا سونيك البركان اللي بيشيل صاحبته ويجري. ودي حاجه بتدهش ناكلز، بيستغرب الصداقه اهم عنده من الحجر الزمرد، دي حاجه غريبه يعني، لان طبعا قبيلته مش متربيه على كده. ويتصل سونيك بسرعه جدا بتوم اللي مشغول في فرح اخت مراته المفتريه، ولكن مفيش وقت، ويقول له شغل الخاتم اللي اديتهولك بسرعه عشان ترجعني بيه لجرين هيلز او ترجعني بيه المكان اللي انت فيه بسرعه، شغله الان عشان تنقذني. وللاسف توم بيتلخبط ويبدل الخواتم مع العريس، بس مفيش وقت، يضطر يضرب العريس وعشان يسرق الخاتم، وفعلا ينقذ سونيك، ولكن يغرق الدنيا كلها تلج وميه ويخرب الفرح على الاخر. وسونيك اللي بيحاول ينقذ تيلز ويفهم توم اللي حصل، ولكن تصطاده شبكه كهربائيه يغمى عليه تماما، ويطلع للاسف العريس والمعازيم وكل اللي حواليهم ده تلفيق في تلفيق. كل ده كان كمين وفخ وخطه للامساك بسونيك. وطبعا العروسه محبطه جدا لان فرحها طلع كله مجرد كمين ملفق ضد سونيك، واللي للاسف بقى عنده عدوين، فريق الدكتور وناكلز والشرطه كمان، واللي يتم حبسه هو وتيلز في اقفاص ويروحوا الفندق. لكن وقتها ريتشل العروسه ومادي بيلاقوا شنطه تيلز اللي كلها اسلحه واختراعات هي مخترعاها طبعا، ويروحوا الفندق ويجربوا كل الاسلحه دي اللي مش فاهمينها، ولكن يلا نجرب وخلاص، مش مهم. ولكن بتنجح وبتقضي على الحراس اللي موجودين، وريتشل بتجري تنتقم من جوزها المنافق او لسه اللي هيكون جوزها، وتدخل دخله قويه كده مرعبه وباسلحه تيلز تسيطر على الوضع وترجع لجوزها. وكمان مادي نجحت انها تحرر توم وسونيك وتيلز المغمى عليها. ومن ناحيه تانية البوصه تودي ناكلز والدكتور لتاني واخر محطه، وهو مكان الزمرد الاحمر الكبير. اوكي، سونيك متضايق جدا وزعلان انه بدل ما يكون بطل اللي بتحبه اتسبب في انها بين الحياه والموت، طبعا هي تيلز، ويقول لهم انا مش محتاج مساعده من حد، ويجري نحو الشط. وقتها بتقف تيلز شويه، وتوم ومادي بيقنعوا رئيس الشرطه ان سونيك في صفهم مش ضدهم، وان احنا لازم نساعده ومش نصده. بيوصل سونيك الشط واللي بيخاف من البحر والميه اصلا، ولكن اتوهج ويجري باقصى سرعه على الميه وينط فوق الموج كده زي الريشه في الهواء. واخيرا بيوصل شط الجزيره اللي وقتها ناكلز والدكتور جوه الكهف اساسا، بيحاولوا يتجاوزوا الكمائن والفخاخ اللي عاملينها قبيله لونجلو عشان الاشرار يعدوا منها بصعوبه. اللي يدوب لسه واصل للكهف سونيك، وبيتخطى كل الفخاخ بسرعته ومرونته، وينجح انه يوصل للمتاهه. ناكلز والدكتور وصلوا خلاص وقدامهم حجر الزمرد
ولكن الدكتور الخاين اللي لسه هيضرب بناكلز ويضربه يسمعوا صوت سونيك فوقيهم، هو ما زال تايه كده وبيخبط في الفخاخ والكماين ومزعج جدا وصوته عالي قوي، وينزل لهم وواضح ان في فخ لبس فيه. المهم يقول لهم انسوا، مهمتي ان انا احمي حجر الزمرد ده من الاشرار امثالكم، ولو عايزينه لازم تتجاوزوني الاول. وفعلا يحصل قتال بين سونيك وناكلز وبسرعتهم الاثنين الزرقاء والحمراء بشراسه كده وقوه، لكن بمناسبه القوه ناكلز بالقضيه يوقف سونيك ويرميه بعيد. لكن استنوا، سونيك بيرجع اقوى من الاول بكتير، ويقلب نفسه كده زي القفاز البوكس كده ويضرب ناكلز ضربات قاضيه، الاولى في الثانيه في الثالثه في الرابعه، اقوى من الاول بكتير. ولكن ما توقعش ناكلز اللي اقوى من سونيك ولكن مش اسرع منه. ولكن ما تنسوش الدكتور اللي يستغل قتالهم ده انه يجري ويسرق حجر الزمرد، ولكن يلاحظوا الاثنين ويزعلوا ناكلز انهم صحاب، وده ما كانش اتفاقهم من الاول، ان هم اتوعدوا ان هم يكونوا اوفياء لبعض. ولكن عزيزي ناكلز، انت مع الدكتور الخاين الغدار اللي يتريق عليهم ويحين اللحظه اللي يمسك فيها حجر الزمرد ويختفي تماما، وينهار الكهف تماما اللي بيقع عمود على ناكلز وبيغمى عليه من الميه. واضح ان الاثنين مالهمش في الميه اساسا. ولكن سونيك احسن منه واشجع منه، ينزل الميه وينقذه، ولكن يا عيني يغرق وهو ويسيب ناكلز الواطي لحد ما يغمى عليه. ولكن ناكلز طلع عنده شويه جدعنه كده وينزل ينقذ سونيك، واخيرا بيتكلموا مع بعض بهدوء تام بدون قتال ويتصالحوا شويه. يدخل عليهم تيلز عشان تنقذهم ويقول له سونيك لسه بدري، قدامنا فرصه نهزم فيها الدكتور كفريق واحد. وبمناسبة الدكتور اللي يرجع مختبره السري تاني في جرين هيلز ويجرب جزء من قوته كده مع مساعده، ولكن الشرطة كلها بره ومعاهم طبعا توم وماري اللي يطلع لهم الدكتور في قمة شره وسواده، وكأنه مغناطيس بيجذب كل أجزاء المدرعات والدبابات والطيارات والقطارات، يعني كل حديد موجود في جرين هيلز اللي بتتحول الجميلة الريفية اللي بتتحول إلى حالة فوضى كبيرة جدا، وكأنه بيبني شيء معين. ويرجع فريق سونيك تاني بالخاتم لجرين هيلز اللي واضح ان الدكتور بنى انسان آلي ضخم جدا على شكل بومة بيعمل نفس حركات الدكتور بالظبط، كأنه في لعبة كده في ار كده. وتبدأ تيلز في ضرباتها لكن تقع، وناكلز اللي بيبدأ بضرباته وبرضه بيقع ولا بتأثر فيه، وسونيك اللي بيفشل زيهم. بيجتمع الفريق مع بعضه اللي بيدوروا على نقطة ضعف الدكتور، واللي هي بيكتشفوها انها سونيك. ايوه، الدكتور بيتغاظ جدا لما بيشوف سونيك وبيحقد عليه جدا ويبقى نفسه ان هو عايز يموته، وهيركز معاه اكتر وهينسى ناكلز وتيلز، وفعلا يتفرق الفريق لتنفيذ الخطة. سونيك يشتت الدكتور بإنسانه الآلي طبعا ويحاول يغيظه ويستفزه ويجري كده وراه لحد ما يتعب تماما، ولكن يطلع الدكتور عليه بشوية صواريخ كده أقوى وليزر من عينيه يضرب فيه ويوقعه الأرض خالص. ولكن ما تنسوش إن هي دي خطة أصلا، وفعلا تيلز بمهارتها تدخل جوه الإنسان الآلي وتشتت الدكتور كده بشوية اشباه ليها، وتشدد الدكتور لحد ما يدخل ناكلز، والضربه القاضيه يوقع الدكتور ويفقده حجر الزمرد اللي بتبقى قدام سونيك، بس يا عيني متدمر ومتصاب خالص ومش قادر يمشي. لكن وقتها الدكتور بيشغل الانسان الآلي بالطاقه الاحتياطيه ولسه هيدوس على سونيك برجله. يدخل توم وماري ينقذوه بالسرعه، ولكن يضربوا من الدكتور ويستغرب سونيك ان الحجر مش شغال مع انه هو ماسكه بايده، لانه طلع متكسر اصلا، ويتفتت ويرجع تاني للاحجار السبعه زي الاول. وللأسف يدوس عليهم الإنسان الآلي، وبكده نقول باي باي لسونيك باي باي لعائلته تماما. مبروك الدكتور انتصاره الكبير. ولكن استنوا انا بهزر، ما تحبطوش كده. بطريقه ما بيتجمع الاحجار السبعه مع بعض جوه سونيك، ويظهر وميض جامد جدا تحت قدم الانسان الآلي، ويظهر سونيك المتوهج الذهبي في اقصى قوته، يرفع بايده كل وزن الانسان الآلي ويبص للدكتور بغضب جدا، وبيخترق قدمه وصولا للراس الانسان الآلي ده اللي بيخلعه من جسمه تماما، ويفتت ايده اليمين وكمان الشمال، والدكتور بقى زي المشلول مش قادر يعمل حاجه قدام القوه الخارقه اللي قدامه. يخترق سونيك كل حته في جسم الانسان الآلي، لو فاكرين في الجزء الاول نفس الحركه اللي عملها وهو بيخترق جسم سفينه الدكتور. وبكده نقول للدكتور الى لقاء اخر يا دكتور. سونيك يرجع لاهله، ولكن بيحذرهم ناكلز من الاقتراب منه لان قوته جامده جدا وممكن تحرقهم. وباشاره سونيك للسماء تتحول رماد كده، وشكله ايه ده هيرجع شرير تاني ولا ايه، وشكله هيدمر الدنيا. لا، يطلع طالب اصلا سندوتش هوت دوج وجعان جدا من كتر المجهود اللي عمله، وانه ما تحولش لشرير ولا حاجه، ويطرد من جواه الاحجار السبعه بسهوله جدا، ويتحول من سونيك الذهبي لسونيك الازرق العادي بتاعنا الطفل. ويحضن توم وماري ويضموا
فريق فرد جديد من العيلة وهي تيلز. اما بقى ناكلز قدر ان هو بمهارته يصلح حجر الزمرد ويرجعه تاني زي الاول، وبيوعدوا بعض ان تكون مهمتهم كفريق واحد زي زمان، وهي حماية الحجر من اي شر يستحوذ عليه. وبكده الاسرة تكبر اكتر، بقت توم وماري وعيالهم التلاتة سونيك وتيلز وناكلز. وبكده سونيك مش هيلعب كرة البيسبول لوحده، لا بقى معاه ماري وبقى معاه توم وبقى معاه ناكلز وبقى معاه تيلز. وبكده يكون فيلمنا خلص، وفي انتظار ان شاء الله الجزء الثالث. اشوفكم في فيلم جديد ان شاء الله. ما تنسوش لو وصلتوا لحد هنا بالله عليكم تصلوا على النبي. اخوكم مؤمن، مع السلامة.